اهلا بيكم على الكنبه. الحقيقه في سؤال ساله لي صديق ليا، وصديق لطيف جدا ومثقف جدا، مش عايز اقول خبيث لكن سؤاله كان ذكي. سالني سؤال سريع كده وقال لي: هو انتوا ليه ما بتهاجموش المغرب على التطبيع زي ما بتهاجم الامارات، او زي ما هاجمت الامارات على التطبيع؟ هو مش كلهم عرب؟ مش كلهم مسلمين؟ مش كله تطبيع؟ طيب ايه الفكرة؟ انت عمال تقطع في الامارات لكن ما بتقطعش في المغرب. طب ما المغرب طبعت اهي. السؤال حلو جدا، السؤال رائع، وهو فعلا صح. هو صح، مش كلهم عرب، مش كلهم مسلمين، مش كله تطبيع، ومش هو التطبيع مع نفس الدولة إسرائيل. الحقيقة ان الأسئلة كلها صح، لكن انت لما تيجي تحلل وجهة نظرك مش هو تطبيع واحد. طب ليه بنهاجم الإمارات ما بنهاجمش المغرب؟ أنا أرد عليك بقى، خلينا ناخدها واحدة واحدة. ناخد المغرب، صحيح كلهم عرب، صحيح كلهم مسلمين، صحيح كله كيان صهيوني، لكن خليني بقى أقول لك: أولا المغرب علاقتها مع إسرائيل مش من النهاردة ولا امبارح، وسيبك من قصة التطبيع. الملك الحسن نفسه أصلا علاقته مع اليهود والصهاينة كانت رائعة، وهيكل بيقول إن الملك الحسن كان وسيط للسادات في الزيارة أو في عمل علاقات بين السادات والإسرائيليين. كمان هيكل بيقول في كتابه بتاع مبارك وزمانه إن 3 ملوك اجتمعوا بعد حرب أكتوبر، وقالوا بالنص كده إنه ضرورة فك التعبئة عن الشعوب، يعني الشعوب نخليها تهدى شوية من ناحية إسرائيل. مين ال3 ملوك دول يا هيكل؟ الملك السعودية، وملك الأردن، وملك المغرب. أصلا المغرب يا معلمين في اللالا لاند من زمان. الملك والد الملك اللي موجود ده علاقاته مع الصهاينة فوق ما تتخيل. علاقاته مع اليهود، واحنا بنفصل الصهاينة عن اليهود. الصهاينة اللي بيشوفوا ان أرض فلسطين دي حق، إنما اليهود دي ديانة، فاحنا بنفصل الاتنين على بعض. الملك الحسن علاقاته مع الصهاينة ومع اليهود بزراميط. خدها مني بس. الملك اللي موجود دلوقتي ده ما عملش حاجة جديدة. صحيح القدس ملف بتاعها مع المغرب ودي صدمة، لكن في النهاية الملك المغربي لا يلام، ده كان ابو عمل كده، هنمر الملك التاني. اما الصدمة بقى بتاعت ان بنكران او سعد الدين العثماني مبسوطين من التطبيع، فدي مش صدمة اصلا، لانه في مصر اول دولة طبعت مع الكيان الصهيوني كان في رؤساء وزراء كتير جدا جدا علاقتهم مع الصهاينة كويسة جدا. مصطفى خليل كان علاقته مع الصهاينة كويسة، عاطف صدقي، وغيره وغيره وغيره. يعني المسؤولين الوحيدين اللي استقالوا عشان التطبيع مع الصهاينة كانوا 2 مصريين، والاتنين للأسف الحقيقة التاريخ ما سمعش عنهم تاني. كان الحقيقة إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر، لما السادات قال أنا هزور الكنيسة الإسرائيلي وهزور القدس، إسماعيل فهمي استقال. تولى بعده واحد اسمه محمد إبراهيم كامل. محمد إبراهيم كامل ده راح مع السادات إلى كامب ديفيد، وهناك في كامب ديفيد ما عجبوش اللي عمله السادات مع الصهاينة، فلم بعضه كده وخب بعضه ورا استقال. بس ما دون المسؤولين دول الاتنين دول ما في مسؤول عربي تاني اطلاقا استقال. فكل المسؤولين العرب منهم سعد الدين العثماني وغيره موظفين عند الملك ولا حول لهم ولا قوة. طيب ناخد بقى الامارات. ايه رايك ناخد الامارات؟ ناخد الامارات. الامارات دولة ملهاش اي 30 علاقة مع اسرائيل خالص. الامارات دولة ادعت ان هي العروبة والحاجات دي. الامارات ما كانش ليها اي علاقة باسرائيل، وكانت في زحمة الخليج العربي، وكانت عاملة نفسها من دول الخليج العربي. النتيجة ان الامارات النهاردة طبعت مع اسرائيل. ده الفرق بين الدولتين. ناخد بقى الفرق الثالث. ناخد الفرق الثالث انه الامارات لما طبعت مع الصهاينة شفنا انبطاح فظيع جدا، وجاء التطبيع مع الصهاينة جاء كده بمحلسة، يعني طيارة تروح مطار تل أبيب وقال ايه بتنقل مساعدات للفلسطينيين. فاكر الخبر ده؟ وبعدين شوية شوية يطلع الحبتور يقول لك ومالها إسرائيل، وشوية شوية فضلوا يحكوا لحد ما أعلنوا عن التطبيع. الإمارات مش بس عملت كده، الإمارات الحقيقة فتحت كل دبي وأبو ظبي فتحها للصهاينة، وشفنا دعارة
واشتكى المسؤولين الإسرائيليين من الدعارة في الإمارات، واشتكوا إن في 50,000 واحد إسرائيلي عدوا رايحين جايين على تل دبي وتل أبو ظبي، ما اسمهاش تل، اسمهاش أبو ظبي ودبي. وشوفنا ازاي ان اصبح في عمليات جنس رهيبة جدا موجودة في الاوتيلات الاماراتية. وده بلد الشيخ زايد، اللي الحقيقة الشيخ زايد كان عامل اكبر جامع وعامل افشخ مش عارف ايه. طلعوا كل القصة دي على بعض شوية صهاينة وفرحانين جدا بالفيلم ده. الامارات بتطبع مع اسرائيل في الوقت اللي هي بتكيد فيه المكائد مع قطر، لكن المغرب ما كادتش مكائد مع قطر. الامارات بتطبع فيه مع اسرائيل في الوقت اللي سعت فيه الى انها تخش في كل حته في الوطن العربي تدمرها. اليمن دخلت فيه، ليبيا، سوريا، مصر الى اخره يعني، وطبعا تونس، ودخلت هنا في تركيا. المغرب ما عملتش القصه دي. تقدر تقول كده ببساطه ان التطبيع المغربي الاسرائيلي، وان كان انا ضده بالمناسبه، ده تطبيع في الاخر تقدر تقول شكلي بروتوكولي، لكن ما شفناش الشعب المغربي بيروح لجنة اقتصادية منه إلى إسرائيل وتروح تعمل بقى علاقات. وما شفناش رجال أعمال مغاربة رايحين الصهاينة وعمالين يبوسوا في كعب الصهاينة. خليني أوريك فيديوهين في البث ده عشان تعرف إن الإماراتيين اللي راحوا الصهاينة أو اللي بيطبعوا لا عندهم لا كرامة ولا دين ولا أخلاق. الأول خليني أوريك الصورة دي لأصل الإماراتيين. نشوف الصورة دي كده مع بعض. دي الصورة دي حضرات اللي هتشوفها بعد شوية صورة للشيخ زايد والشيخ شخبوط أخوه. شخبوط وزايد حفاة عراة جنب الملك تيمور بن سعيد اللي هو كان ملك، أو سعيد بن تيمور اللي هو كان ملك سلطنة عمان، لأن الإمارات دي كانت حتة في الساحل العماني. شوف الاتنين إزاي واقفين إلى جوار الملك، أو الملك تيمور ملك سلطنة عمان. الاتنين حفاة عراة مش لاقيين ياكلوا. فدي دولة أصلا ملهاش غير المغرب. المغرب دولة تاريخ، دولة عريقة، لكن دول أصلا ملهمش أصل. دول شوية شحاتين بوابين، تقدر تقول عليهم حاجة، شوية متسولين على أبواب سلطنة عمان. مع بريطانيا عملوا دولة وقال إيه، وبعدين طلع لهم الغاز، وبعدين طلع لهم جبل علي، وبعدين إحنا استغنينا عن قناة السويس، فبقوا الناس أغنياء جدا. ده واحد. حاجة التانية بقى، شوف الإماراتيين وهم بيتمحلسوا على أبواب الصهاينة، وشوف الصهاينة بيعملوا فيهم إيه. كل الكوميدي، البرامج الكوميدي عمالة تتريق على الصهاينة، على الإماراتيين بشكل رهيب جدا. إنما الحاجة التانية بقى، نائب عربي في أو يعني خلينا ناخد الأول نائب عربي في القدس، هو نائب في الكنيسة الإسرائيلي من عرب فلسطين، وده نائب عن الكتلة العربية. النائب ده اكتشف في اجتماع اللجنة الاقتصادية، اكتشف وجود 2-3 من الممثلين لدولة الإمارات جايين يتكلموا في مشاكل اقتصادية أو مواضيع أو مشروعات اقتصادية مع الكيان الصهيوني. اتفرج بقى على النائب العربي ده عمل فيهم ايه. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور. انت فاهم ايش اللي عمالك تعمله، ولا يعني مش فاهم كل خطاب التطبيع؟ انه بتخيل انه واضح انه في ممكن يكون كتير مشاكل، بس واضح انه كمان الاخلاق بتلعب دور بشي محل بالدنيا. حتى لو في ابعاد اقتصادية لخطوة معينة، بضل نحن نتكلم عن الجانب يعني الاقتصادي يا اخي. الاخلاق تعرفها بتصير مشكلة. ان لم تستحي فافعل ما شئت. سامي فانا عشانك بالعكس، انا مش انه انا عشان قلت بركي يمكن يطلع منك شويه اخلاق، شويه تستحي حالك، سامي ابو شحاده، بركي شويه خجل، بركي شويه حياه. والله ما بعرف يعني ايش الواحد سامي ابو شحاده بظروف من ابو شحاده. אנחנו מדברים באנגלית, בגלל שהפורום לא מבין ערבית פה פרט אליך. فكرت انا فكرت الامارات محسوبه على العرب. انا فكرت الامارات والله محسوبه على العرب، يعني مش انه ولا خلص كمان هاي بطلت جمعه اخ جمعه مشكله هاي والله. اذا كمان هاي انت مش فاهمها لحد هلا ويعني مكمل ناوي. ده الجزء اللي هو بيقول له فيه صباح الخير انت عارف تعمل ايه. شفت انت مسكوا عمل فيه ايه، وشفت رئيس الجلسه. رئيس الجلسه ده مش رئيس جلسه كنيست، دي اللجنه الاقتصاديه المصغره. فهو شفت رئيس اللجنه الاقتصاديه قال له ايه، طرد النائب ابو شحاته ده بس خد بالك بقى، ده الجزء الاول. الجزء الثاني بقى مسح بيهم النائب ابو شحاته ده الارض، غسلهم. يعني الحقيقه ده ما يحصلش مع المغاربه، لان المغاربه في الاخر انا بقول لك هو هيبقى
في الغالب هيبقى تطبيع بروتوكولي، دولتين طبقوا مع زي مصر. ما هي مصر مطبعة من سنوات مع الكيان الصهيوني، لكن ما شفناش الشعب المصري بيحتفي قوي كده بالكيان الصهيوني او بالصهاينة، بل بالعكس، ده بعد التطبيع سليمان خاطر قتلهم، قتل 7-8 من الصهاينة. هو كده المصريين في الاخر عارفين ان عدونا هو الصهاينة. انما الشعب الاماراتي الشقيق الحقيقة اللي لا ادري جنسيته ايه، واشك انه عربي اصلا، هذا الشعب المحسوب على العرب غلط في الوقت اللي بيعمل فيه علاقات سيئة او بيحاصر فيه الاخوة في قطر، في التوقيت ده رايح يعمل اتفاقيات تطبيع مع الصهاينة. تعال بقى اوريك الاماراتي لما يقلب الناحية التانية. ادي اماراتي يا سيدي هعرضه لك دلوقتي. الاماراتي ده كان له اراء ضد قطر، وكان بيتهم قطر او كان بيسلخ قطر انها بتستضيف على الجزيره صهاينه، وانها الحقيقه يعني كانت عامله اول دوله عملت مكتب تمثيل سنه 96 بعد اتفاقيه اوسلو، وان كان ليهم علاقات باسرائيل. ده هو نفس الشخص ده لما زار الكيان الصهيوني اول امبارح او الشهر اللي فات ده، طالع يمدح في الصهاينه ويقول عليهم انتوا اكرم شعب. هو نفسه اللي كان من اقل من سنه كان بيشتم في القطريين وبيقول عليهم ان هم طبعوا مع الكيان الصهيوني وهم بيحتموا بالصهاينه. هو نفسه طالع من شهر او من اقل من شهر يمدح ويتكلم وبتاع. اتفرج على الفيديو ده كده. جديدة في الأمر، نظام قطر يتعاون بشكل جيد وواضح مع إسرائيل. طبعا كلنا نعلم أن مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين في بطولة العالم للألعاب القوى في قطر هي تأتي من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في هذه المنافسات، وهذا الوفد فيه من الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وكذلك من الموساد. نظام الأمير تميم في قطر، ورغم اعتراض شعبنا العربي وقبائلنا الأصيلة في الدوحة ورفضهم لاستضافة من شارك أو أيد أي جريمة أو إرهاب في العالم، قناة الجزيرة هذا العام قدمت كل الخدمات اللوجستية لقناة كان الإسرائيلية. تل أبيب أهل كرم وجود وأجواء رائعة جميلة جدا. تل أبيب أحلى شيء في تل أبيب أول شيء الناس الروعة والشواطئ الجميلة جدا. مشاعر شكل شعب في إسرائيل تنوع الثقافي وكمية السلام بين الناس اللي موجودة في البلد. حتى عند الأطفال نزلوها السلام، يعني مبدأ السلام نزلوها عند الأطفال. وراح ترجعوا تل أبيب؟ طبعا. Today we stand together with Israel. We thrive together. We fight against one enemy. And yes, from now on, no one should ever hush us by calling us Zionists. In fact, if being a Zionist... شفت الفيديو؟ الحقيقة بسيطة جدا. انت ممكن تغير رأيك، بس رأيك مبقاش 180 درجة. انت ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا، بس لا تصف جنود العدو اللي بيقتلوا الفلسطينيين كل يوم تصفهم بان هم ملايكة وان هم اهل كرم واهل جود. دي مش تغيير في الرأي يا حضرات. التغيير في الرأي له اشكال تانية غير كده. مش معقول في يوم وليلة او في وقت قليل يبقى العدو الصهيوني اللي لسه بيقتل اطفال فلسطين لحد دلوقتي، اللي لسه قاعد على الارض مغتصبها، يبقى عدو، وبعد يعني اقل من شهر بعد قالب 180 درجة عشان اوصفه بانهم اهل كرم واهل جود، عشان اقف على الارض اللي شافت دماء العرب والفلسطينيين بتسيل دفاعا عنها. مش معقول تقولي ده تغيير في رأي. التغيير في رأي مبقاش كده، ده اسمه الكفر. يعني هديك مثال، لو واحد دلوقتي مسلم ورايح بيصلي ويجي وبتاعه مش عارف ايه، وفجأة خرج من الاسلام وبدأ يلعن في الاسلام، ده بتسميه ايه؟ تغيير في رأي ولا كفر؟ ده كفر. اذا الاخ ده الاماراتي كفر بالشكل ده. لا اتصور في النهاية يا حضرات، ولا يمكن خيالي يجي ان الشعب المغربي العظيم يعمل زي ما عمل الشعب الاماراتي. مش ممكن، مستحيل. ولا اتصور ان الملك المغربي اللي عمل التطبيق ده يقدر يجبر المغاربة على انهم يعملوا زي ما بتعمل الشعب الاماراتي. لكن اللي عمله محمد بن زايد الحقيقة انه اطلق الكلاب النابحة بتاعته دي اللي ملهاش تمن ولا ليها اصل، اطلقها على الاسرائيليين وراجعين يتكلموا بالشكل ده. السادات نفسه ما عملهاش، مبارك ما عملهاش. يا حضرات انا بس عايز افهمكم في فرق بين سلام الرؤساء والملوك توقيع اتفاقية تطبيع وبين الشعوب. ده اللي ادركته امريكا واسرائيل في وقت كتير جدا. اسرائيل وامريكا ادركوا ان مصر كنظام طبق مع الكيان الصهيوني تطبيع
رسمي وكل حاجة في الدنيا وسفارة وكل حاجة. لكن ظل حتى الآن مشكلة الصهاينة الشعب المصري مش عارف يقدر، مش عارف يقبله. المصريين مش عارفين يقبلوا الصهاينة، وهي دي مشكلة الإسرائيليين. بينما تطبيعه مع الإمارات في ثانية كان الشعب الإماراتي عندهم وهم كانوا عند الشعب الإماراتي. أسواق الإمارات اتغرقت الحقيقة بالعبري وأكل عبري وبتاع. ده مش هيحصل في مصر، مستحيل يحصل في مصر، وأنا أؤكد لك مستحيل يحصل في المغرب. المغرب اللي أصلا فيها جالية يهودية. في فرق بين شعوب يا حضرات لها تاريخ وشعوب لها بزراميط. الشعوب البزراميط اللي زي الإمارات دي ما تسألش عنها، دي تتوقع منها كل شيء. عشان كده أنا رأيي إن اللي قاله الدكتور عبد الله النفيسي صح، الإمارات أصبحت إسرائيل في الخليج. إنما في شخصيات، يعني يطلع شخصية مصرية زي علي سالم يقول لك مثلا إنه التطبيع ماشي ونعمل سلام، يطلع عبد المنعم سعيد، شوية كلاب كده، صلاح دياب. انما الشعب كله في العموم مستحيل. هيطلع شخصيات مغربيه هتقول لك والسلام حلو والسلام سكر والسلام مش عارف كحك، انما لا يمكن يكون الشعب المغربي يطلع كده. انا بقول لكم في شعوب كده تستعصي على القصه دي، الشعب المغربي، الشعب الموريتاني، الشعب الجزائري، الشعب السوداني، الشعب الليبي، الشعب التونسي، مستحيل تطلع اصوات. لكن اللي شفناه في الامارات لا حاشا وكلا، دي الامارات عامله اعياد. دول عملوا يا راجل حائط مبكى في الامارات عشان اليهود يروحوا يصلوا فيه، حائط مبكى. انا مش متخيل ما فعلته الامارات في التطبيع يفوق خيال الصهاينه نفسه. يعني لو واحد قاعد يهرتل يفوق، ومع ذلك الصهاينه عمالين يتريقوا عليهم في البرامج الكوميدي. برغم كل الزحف اللي زحفوا الشعب الاماراتي دول، برغم كل اللي عملوه الاماراتيين للتطبيع، برغم كل مظاهر التطبيع الوسخه اللي عملها الشعب الاماراتي. وبعدين انت تلاقي حاجه في الامارات غريبه جدا، تلاقي محمد بن زايد ما شفناهوش في قصه، لكن الشعب الاماراتي هو اللي شغال. انما في المغرب رئيس الوزراء بس ما تشوفش الشعب المغربي. في مصر السادات مبارك بس ما تشوفش الشعب المصري. في السودان حمدوك بس ما تشوفش الشعب السوداني، وهكذا. الامارات بقى اللي حصل الدنيا مقلوبه كده، هي والبحرين. المسؤولين استخبوا، ما شفناش محمد بن زايد بيسلم على رئيس الوزراء الاسرائيلي، لكن شفنا وفود من الشعب الاماراتي متجهه الى تل ابيب، ووفود من الصهاينه متجهه الى دبي وابو ظبي. ما شفناش ده. اذا الامارات حاله شاذه في الوطن العربي. فكر كده شويه عشان تعرف ليه احنا بنهاجم الامارات. مش عشان احنا بنحب المغرب، لا، عشان متاكدين وعلى ثقه ان التطبيع المغربي سيظل بروتوكولي حتى لو في اصوات معه. انما التطبيع الاماراتي ده مش تطبيع، دي اسمها دعاره. تحياتي.